السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بقى نعمل احلى ايس كريم بطيخ كده جميل جدا. مكونين بس بسيطة، هنعمل احلى ايس كريم. يلا بينا كده نشوف هنعمله ازاي. طبعا انا عندي هنا حتة بطيخة، انا قطعتها كده حلو مكعبات وشلت منها البذر. معايا كوباية الا ربع من الكركديه، انا نقعتهم حلو، ومعايا عسل ابيض ومعايا كريم شانتيه. أول حاجة نقول بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة نجيب الهاند بلندر كده ونضرب البطيخ. لازم البطيخ يبقى ساقع في الفريزر. بعد كده هنزل بالكريم شانتيه، دول 3 معالق أو 4 معالق بالظبط يعني. عليهم معلقتين كبار من العسل على الكركديه. ما عندكيش عسل حطي سكر، عادي كل حاجة تمشي. ماشي. هنقلبهم حلو قوي كده ونحطهم بقى على على الكريم شانتيه، وبالمضرب بقى كده نقلب فيهم لغاية ما يدوبوا كلهم مع بعض. عايزة اقولك ريحته حلوة جدا. بعد كده هنزل بقى بعصير البطيخ اللي انا ضربته بالهاند بلندر، ونضرب بقى كل الكمية دي كلها كده مع بعض. اشيل بقى كده المضرب وهتجيبي علبة نضيفة، ونحط بقى فيها الايس كريم البطيخ. بص عامل ازاي، لونه جميل وريحته حلوة جدا. فات طبعا معايا شوية، جبت كوباية كده، اي كوباية عندك، حطيت فيها البتاع اللي هي بتاعت الخشبة ديت، وحطيت عليها العصير البطيخ. الستيك كده حطيته كده في النص. اه، حلو قوي. دول الشوية اللي فاضوا معايا، وهغطيها بقى بالاسترتش كده واحطهم في الفريزر. وبعد ما نخلصوا اهو بص عامل ازاي ما شاء الله. هنجيب بقى الكاس كده بتاعنا، ونطلع بالراحة واحدة واحدة. حلو قوي قوي قوي. احلى ايس كريم هتعمليه في بيتك، وضمناه ولا بقى في حاجة ولا حاطين لون ولا اي حاجة، الوان كلها طبيعية. كركديه طبعا وعسل ابيض، كريم شانتيه حلو قوي. وبصي الكوبايه طلعت ازاي ما شاء الله، جميله جدا. كان عندي هنا حته شوكولاته كده، حطيتها كده فوق الوش، دلعتها يعني شويه، وطلعت وحطيت هنا برضو بس شوكولاته وقعت. بصوا، انا بقى عن نفسي انا هاكل الستيك دي كلها. يلا بقى بسرعه جربوه كده وقولوا لي ايه رايكم. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعايه الله حبايبي.